السلام عليكم. وعليكم السلام. لسه جايه تعبرني قبل الفطار بساعه، وانت عارف ان عيلتي كلها جايه تفطر هنا وما عنديش حاجه افطرها لهم. لا ما تقلقيش قوي كده، انا اتصلت جبت لك كل الاكل اللي انت عايزاه من بره. اصلا انا مش قليل الاصل، في الاول وفي الاخر دي ناس صايمه وداخله بيتي. لا والله. طب وايه بقى لازمه الحركه اللي انت عملتها على التليفون؟ انا ببساطه حطيتك في نفس الموقف اللي انت حطيتيني فيه، لما رميتي لي الكلمتين وقلت لي اتصرف وسبتيني وقمتي. طب وايه بقى الرساله اللي انت عايز توصلها لي؟ مستنيه اجي اقول لك انا اسفه جدا، كان المفروض اقعد اخدم اهلك واحده واحده واخواتك الاتنين قاعدين ومحدش عايز يساعدني؟ الرساله اللي عايزه اوصلها لك ان المفروض اللي تقبليه على اهلك هو نفسه اللي تقبليه على اهلي، ولا اكتر ولا اقل، لان في الاول وفي الاخر احنا عيله واحده. لا ثواني، اهلي واهلك عمرهم ما كانوا واحد. لما اقوم اخدم امي اللي اسمها امي وابويا واخواتي غير لما اخدم اهلك. وعلى فكره انا برضو مش هاكلهم اكل من بره على الجاهز، قمت وطبخت وتصرفت من الموجود. امال انت مستني مني ايه؟ هقولك شكرا يا حبيبي على الاكل اللي جبتولي وانت جاي؟ لا انا مش مستني منك اي حاجه، ولما يجي اهلك هقعد معاهم واعاملهم احسن